السلام عليكم ليكيب. قال لك الديوان الوطني للإحصاء لاحظ باللي في الجزائر تراجع نسبة الزواج بشكل ملحوظ، وقال لك باللي الخبراء والمختصين شافوا هذا الأمر راجع لعدة عوامل وأسباب، من بينها تغير نظرة المجتمع للزواج. هذه الحاجة الأولى. والحاجة الزوجة قال لك باللي المجتمع الجزائري ولا الفرد الجزائري أصبح يطمح إلى تحقيق مسيرة مهنية أكثر منه إلى تحقيق وبناء أسرة. سما الشعب قال لك ولا الشباب بالأحرى قال لك ولا يهمه هو يدير كارير في الخدمة باش يحقق أرباح ويكون في راحة مادية، ما ولاش يسعى للزواج. هذه هي الأسباب. ونظرة تاع المجتمع للزواج تغيرت، ما ولدش كيما بكري. سما الشاب ولا يهمه الدراهم ولا يهمه باش يطور من نفسه، أما الزواج لا. وقال لك تاني باللي تنامي دور المرأة في الحياة المهنية. سما المرأة ولات تخدم ولا تطيح وتنوض باش تعيش وتحقق كيما يقول لك حياة وردية كيما تطمح لها وكيما تتمناها. قال لك هذو هما الأسباب اللي خلاو الشباب ما يروحش يتزوج وما يروحش باش يبني أسرة. هذا كله مراوغة وتضليل وكذب وبهتان وافتراء، ويحوسوا كيما يقول لك يميعوا القضية ولا هذا الموضوع ويخرجوا على السياق تاعه. السبب الرئيسي والسبب كما يقول لك الكبير في عزوف الشباب عن الزواج، نأكد على كلمة عزوف، باسكو الشباب ما راش قادر، استطاعة غير موجودة وغير متاحة، باسكو الظروف المادية والاقتصادية للشباب رانا نشوفوا فيها كيفاش راهي دايرة. لا بليبار تاع لي جين ما يخدموش، واللي يخدموا تلقاه هذاك الصالير هذيك الشهرية اللي يخلصها هو وحده ما تكفيش، ما بالوك غدوة يتزوج ويجيب امرأة ويولي مسؤول عليها ويزيد ثاني يجيب ولاد. باينه بلي ما غادش يقد يعيش. رانا نشوفوا فيهم الناس كيفاش راهي تعاني سواء في المعيشه تاعه ولا في الكريه تاع السكنه، باسكو ما ينجمش باش يشري السكنه. هذه من المستحيلات السبعه. اسباب الاقتصاديه سيرتو تاع الحياه الزوجيه، باسكو العرس قادر يدير هاك وهاك ويزير روحه ويطيح وينوض والناس تعاونه ويتزوج، بصح البروبلام راه من بعدها كي يدخل في اطار الحياه الزوجيه غادي يعاني ويسوفري وتكمل بالطلاق. ورانا نشوفوا فيها هذا المرض. باش نتخلصوا منه اللي قلنا نذكروا الاسباب الرئيسيه والعوامل اللي ادت الى عزوف الشباب عن الزواج ونلقوا حلول، ماشي نقعدوا نكذبوا على رواحنا، باسكو هكا ما غاديش نجيبوا نتيجه. وهذا الامر كما يقول لك ياثر على المجتمع، والمجتمع ولا الاسره هي اللبنه الاساسيه في بناء الدول والاوطان. سما هكا الكيان تاع الدوله راه في خطر. منا على 20 عام 30 عام غادي يولي عندنا مجتمع كما يقول لك معمر بالشيخوخه والعجزه، ومن بعد كما يقول لك نولوا في حل وربط. ماذا بينا خوتي كل الشركاء والفاعلين في هذا المجال يدقوا ناقوس الخطر ونسيو كيفاش نلقوا حلول باش هكا نتخلصوا من هذا الاشكال. وماذا بينا خوتي الناس في لي كومونتير يقولوا لنا علاش ما راهمش قادرين يتزوجوا ولا علاه ما راهمش باغيين يتزوجوا، باش هكا ندو طالع وندو الحقيقه كما يقول لك من الواقع الحقيقي ولا الواقع المعاش بدون تزييف وبدون كما يقول لك ما على باليش انا تمييع لهذا الموضوع. الله يجيب الخير، هذا اللي نقولوه، وربي يفتح علينا وعليكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.